يا دكتور محمد، انا كنت في علاقه ارتباط مع شاب بحبه جدا وبيحبني جدا. بعد شويه وقت لقينا نفسنا ان احنا ما عندناش اهتمام ببعض زي ما كان موجود في الاول، ولكن مجرد اني احس ان في واحده تانية هتقرب منه وهتدخل حياته الاقي نفسي بتجنن، والاقي نفسي بثور جدا، والاقي نفسي عايزه اكلمه ودغدغ الدنيا فوق دماغه. ممكن اعرف اتخلص ازاي من المشكله دي؟ وممكن اعرف التحليل النفسي بتاعها؟ الاجابه: طبيعه مشاعر الحب لازم نفهم ان هي طالع منها فرعين. الفرع الاولاني اسمه الاهتمام، والفرع الثاني اسمه الامتلاك. الاهتمام بيجي في صوره ماديه ومعنويه، يجي لي في صوره هديه، مكالمه، كلمه حلوه، سؤال على اخباري واحوالي، توصيله، اشتري لك حاجه، اشياء كتير كلها تميل للمادي والمعنوي في صوره الاهتمام. الفرع الثاني اللي هو اسمه الامتلاك بيكون احساس ان انت ملكي، احساس ان ممنوع الاقتراب او التصوير من اي حد غيري ليك. انا اللي اشتريت الارض دي، الارض دي بتاعتي انا، ممنوع لاي شخص ان هو يبني عليها ولو حتى طوبه صغيره. وكل ما احساس الاهتمام بيزيد كل ما احساس الامتلاك بيزيد، وكل ما احساس الاهتمام بيقل كل ما احساس الامتلاك بيقل. بناء عليه لازم حضرتك او حضرتك لما تكون موجود في هذا الموقف اللي شبه السؤال اللي سالناه في الاول تكون عارف ان هي مشاعر طبيعيه جدا في اطار ان هي هتتنسي في وقت من الاوقات، وان هي مش هتفضل موجوده طول العمر، مش هتفضل بتاذيك وتألمك طول العمر بالشكل اللي حضرتك شرحت بيه مشكلتك في البدايه، لو انت مشكلتك شبه صديقنا اللي كان بيسال السؤال.